حطي ال2 جنيه في الطماطم وبجد هتشوفي النتيجة بعينك دلوقتي. فكرة حلوة جدا، جربيها وحطي في الطماطم ال2 جنيه بالشكل ده وهتوفري كتير. يلا بينا نشوف لما نحط ال2 جنيه في الطماطم هيعملوا ايه. بنتي كانت قاعدة بتلعب بالفلوس فراحت حطاهم في الطماطم، بشيل الجنيهات لقيتهم المعوا زي ما انتوا شايفين كده. بجد لقيت الطماطم انها كنز في البيت واحنا ما نعرفش. هتجيبي اي حاجة ستانلس او اي حاجة قديمة عندك عايزة تلمعيها، سواء مقص سكين، معالق، كوبايات، صواني ستانلس، صدت عندك وملهاش حل. بجد الطماطم هي الحل. لو الطماطم دي بايظة او باظت عندك هاتيها، بجد من نص طماطمايه هتعملي كمية من الحاجات اللي عندك اللي عايزة تتنضف. انا عملت السكينة والمعلقة والكوباية قدامك علشان اوريكي ان هم ازاي هيدوا لمعة كويسة جدا، ودهنت ده كله بنص طماطمايه. لو الطماطم بايظة عندك مش لازم تكون لسه